في طاقه ننسى احنا نتكلم مع اللعيبه، نتكلم بعضنا معلش يا جماعه النادي الماتش الجاي الماتش اللي بعده تقعد تكسب 3 4 ماتشات ما تاخدش مفيش اي حاجه ولا في فلوس ماتشات ولا فلوس عقد، تقعد انت بقى انت عندك بيت وبتصرف عليه وعندك حاجه كل واحد الله اعلم بظروفه بيصرف عليه، تقعد تصرف من فلوسك مفيش دخل بيخش لك. طب انت بتلعب كوره ليه؟ انت بتلعب انت معرض في اي وقت الواحد يتصاب، وانت عارف يتصاب ممكن ما يلعبش كوره تاني ممكن ما. وبعدين عايزين نتكلم ان الناس ما تبصش ان لعيب الكوره ما بيقعدش ياخد الفلوس دي طول حياته، لعيب الكوره بيلعب فتره وبيبطل. اكيد طبعا انا مش بيبني عليها حياته بعد يعني كده. دي مش وظيفه مدى الحياه، ده هي فتره بتلعبها وبتبطل، يعني هي فتره بتلعبها وبتبطل خلاص. فانت الواحد لازم يستفيد فيه، فانت لازم تبقى يعني تبقى تفيدني عشان خاطر انا العب ودي، عشان انا لو الكوره دي مش مدى حياه، مش شغلانه مدى حياه انا باخد فيها فلوس دي وبقى مدى حياه، لا هي فتره وخلاص بس. اتمنى بقى الفتره الجايه ان شاء الله في النادي. شايف يا بودي المشاكل دي ممكن تطول الفتره الجايه لو المجلس ده استمر في مكانه، ولا ممكن يكون ليها حل بعد كده؟ والله بص اقول لك على حاجه، لا ما خلاص اصل انا مجلس اداره ده تاني اخر الموسم اخر سنه الموسم الجاي، فمش هيلحق ان هو نتمنى ان هي تبقى اخر اسبوع ليهم ان شاء الله يعني. والله بص والله انا مش ضامن، انا اقول لك كلمه حق، انا شايف باشمهندس نصر بيحاول، انا ده الوحيد اللي بشوفه بامانه ربنا، انا ما بدافعش عنه ولا انا الحمد لله انا ما بخافش من حد. انا بقول لما بتكلم كلمه حق قدام اي حد، وهم عارفيني اكتر واحد انا لما بقول حاجه بقولها على قلبي على لساني. انا الراجل ده بشوفه هو بيحاول وبتاع بس مش عارف، فخلاص انا شايفه خلاص انت راجل بتحاول بتاع ومش عارف الدنيا بايظه خلاص يعني فاهم. لو في وانا عايز برضه اقول حاجه، انا ما ينفعش، انا مش عايز دلوقتي مثلا الناس اللي بتبقى مثلا عايزه تشيل الناس دي ما تشيلهاش عشان يبقى حد عايز حاجه. اصل احنا شفنا برضه فترات ناس بتحارب واخدين تمويل من ناس ثانيه عشان حاجات شخصيه، وبنخش بنلاقيهم يعني يمكن بيتحولوا بيبقى اسوأ جوه. احنا عايزين ناس تيجي تمسك تبقى فاهمه، تخلي النادي ده ما يبقاش انا عايز امسك خلاص عشان مثلا ان انا عايز ابقى ليا شكل او ان انا عايز ابقى ليا اسم عايز اطلع في التلفزيون والكلام ده. مش عايزين، احنا عايزين يعني بصراحه يعني انا راجل اتربيت في اسماعيليه من وانا قد كده، انا ما شفتش فتره زي فتره العثماني في الاداره. شايف ان هم احسن ما يتولوا النادي يعني. الناس بصراحه ليه بقى الناس كتير بتتكلم يقول لك لا دول باعوا لعيبه ومشوا لعيبه كتير. ما ايوه انا كان بمشي لعيبه بس كان بيجيب منهم فلوس وكان بيصرف على قطاع الناشئين وكان في بطولات في النادي، كان في بطولات، كان في بينافس على بطولات لغايه اخر نفس، وكنت وصلت بطوله عربيه ووصلت بطوله افريقيا نهائي، وممكن ما حصلش نصيب ده عادي، كنت تحس ان النادي ليه ظهر كمان بس بالظبط كان في قوه في النادي، كان في بتاع. وبعدين انا كان هم عارفين انا داخل الاسماعيلي ايه يعني، هو كان مثلا كان عنده لعيبه كتير ومشيت، بس انا لو اديت واحد ده عايز وده عايز، ما اللعيبه اصل الكوره مش واحد بس مش نجم، في كذا لعيب في الملعب عشان تدي اللعيبه دي تعلي عقده. كان النظام هم كان اللعيب اللي يعلى واسمه يعلى ويجيب فلوس كويسه كان بيمشي يجيب فلوسه ويطلع حسني عبد الله، يطلع احمد فتحي، يطلع ابو جريشه، يطلع الجمال. يمكن فاهم موقفهم مع حسني واحمد فتحي ايام منتخب الشباب لما راح جابهم المعسكر ايام حسن شحاته. بالظبط. فيعني انا شايف ان هم كانوا ماشيين المنظومه صح، ده يرضي اللي انا بتكلم. بس لكن انا بعد كده مجالس الادارات اللي بعد كده حاولت تمشي ورا ايه مشاعر الناس. انا عندي دلوقتي حسني لا اديله ما خليش الاهلي ياخده، الناس هنا هتحبني، الجمهور هيقف معايا. لا هي مش كده، لا انا اطلع اقول لا انا عبد الله السعيد والله انا مش لو اديت له كده، ما انا عندي عبد الله شحات وعندي لو الناس دي اديتها مش هعرف اصرف على النادي بعد كده، النادي هيبوظ مني. يبقى انا اعمل ايه؟ يبقى انا قعدت النجوم بس كده اسامي وهم مش هيدوك حاجه عشان ما بياخدوش فلوس. احنا دي مشكله. انا شايف يا ريت الفتره الجايه دي تبقى تتظبط، وعايزه برضو الناس تظبط، ونتمنى يعني الوقفه اللي انتوا بتعملوها دي. دخلت على الفيسبوك وشفت الحمله مش كده اكيد؟ النادي سمعت عنها واتمنى ان هي ان شاء الله تكون تعدي على خير. تقول ايه للناس اللي هتشارك في الحمله معانا طيب؟ مفيش والله طبعا. توعيهم بايه مثلا؟ اقول لهم طبعا عايزين اي حاجه تحصل يعني
انا بحب النادي وكده، بس عايز اي حاجه تحصل بنظام وباحترام من غير ما اسيء لحد بسمعته اي حاجه او اي حاجه. خلاص انا بقى ليك حق طبعا ان انت تعترض، وعايز ان مصلحه نادي اسماعيلي وتتكلم وتشوف وتهاجم، بس باحترام. مش عايزين مثلا في ظل الاحداث اللي احنا فيها دي نخش نكسر النادي او نخش نعمل مشاكل ان احنا نحدف طوب على النادي او الكلام ده مش كويس، مش هو ده اللي هيصلح. كلام تعترض وتتكلم وتقول، وعندك تلفزيونات، عندك قنوات فضائية تقول فيها، عندك نادي ممكن تروح. في اكتر من وسيله. في اكتر من وسيله، الا ان انا مثلا اتكلم على سمعه حد، او ان انا اشتم الفاظ خارجه او كده، او ان انا يعني اضرب او اعمل اي حاجه او نحدف طوب او الكلام ده او نكسر. في الاخر ده نادي اسماعيلي بتاعنا وعايزينه يبقى في احسن صوره، واحنا بنتكلم كده احنا زعلانين على النادي، ونتمنى ان هو كلنا يعني اي حد لعيبه، اي حد مدربين شغالين في النادي، اي حد عايزين، حتى الاداره نفسها هم يتمنوا النادي، بس ممكن يكون هم ما الدنيا مش موفقه، الفتره دي ما وفقتش معاهم. فنتمنى بس نشوف النادي الاسماعيلي ظروفه ايه ويمشي عليها. وكل حاجه لما تمشي بنظام، لو في نظام، مش والله اكيد انا شايف المؤسسه كلها تكون ماشيه بنظام برضه. الكوره مش نجوم والله، بس يعني نظام، اهم حاجه نظام والتزام، وان كل حاجه يعني اللي بيمشي على الكبير بيمشي على الصغير، وان انا ماشي النادي على قد امكانياته، وان انا احافظ على قطاع الناشئين بتاعي. هو ده اللي هيجيب بطولات، مش ان انا اجيب والله انا عندي اسم حسني اجيبه، عندي اسم عبد الله، عندي عايز اجيب مش عارف مين اسم، واقعد اديهم فلوس وانا مش هقدر ادفعها لهم، مش هتجيب ولا بطوله، مش هتجيب حاجه، بالعكس يعني. هتشارك معانا في الحمله يوم الجمعه ان شاء الله؟ والله بس لا، بس انا برضو انا بقول رايي بمرض الله، كان لازم اقوله. ما ينفعش الواحد برضو لازم يتكلم، لازم يقول، هو ده عشان مصلحه النادي عشان كده. بس انا برضو في الاول وفي الاخر لعيب، وطبعا الواحد بيساندكوا عشان لو الحاجه دي في مصلحه النادي، واتمنى النادي يبقى بخير. بس انا برضو احنا داخلين على فتره، عندنا ماتش قريب وعندنا ماتشات فنركز فيها، ونتمنى زي ما انا قلت لك كده واتكلمت ان انا الفتره الجايه تبقى خير ان شاء الله، ويبقى في مسانده ليكوا، وربنا يكرم ان شاء الله. طبعا كابتن عبد الله نشكرك معانا.